السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده هينزل لكم على تقريبا الساعة 1 او الساعة 2 في وقت القيام بالليل. الفيديو ده هينزل مخصوص للناس اللي بتيجي في شهر رمضان وتقولك انا حاسة ان الصلاة تقيلة عليا، انا مش بصلي بخشوع. او الناس اللي بتيجي في رمضان وتقولك انا بتلعثم لما اجي اقرأ القرآن، او ساعات كتير بقرأ القرآن وانا مش حاسة بمعانيه. وفي ناس كتير بتقولك بتيجي على 15 رمضان كده ولا 20 رمضان وتقولك انا من كتر ما انا حاسة القرآن تقيل عليا، انا مش عارفة انا هكمل ختمة ولا لأ. فانت تقعد كده تفكر يا ترى ايه الحل. فالحل في الفيديو ده، اول حاجة الناس اللي بتيجي تقولك القرآن تقيل عليا وبتعصم لما اجي اقرأه في رمضان. احنا هنبدأ من دلوقتي، احنا قدامنا شهرين على رمضان، هنبدأ من دلوقتي في رجب كل يوم هنقرأ صفحة. مش مطالب منك او منك اي حاجة غير صفحة واحدة بس من القرآن، صفحة واحدة بس. والله انت قوي او قوية وعندك وقت تقدري تاخدي الوجه كامل، يعني الصفحة وش وظهر، تمام؟ تقرأيها في يوم واحد. مش بقولك احفظيها، لا، انا بقولك اقرأي كل يوم صفحة واحدة بس من القرآن بتدبر بتمعن. والله هي من اول مرة مش هتيجي معاكي لا بتدبر ولا بتمعن الا اذا كنت موفقة من عند الله عز وجل. لكن مع اول مرة مش هتيجي، تاني مرة مش هتيجي، بعد ممكن بعد اسبوع او ممكن 3 أو 4 ايام تلاقي نفسك لأ بتقفي عند معاني ايات معينة. لكن المطالب منك اول حاجة صفحة واحدة بس تقرأيها كل يوم. امتى؟ اول ما تصحي بعد صلاة الفجر، يبقى بارك الله فيك. لا ما ظبطتش خلاص، قبل ما تيجي تنامي صفحة واحدة بس تقرأيها وتنامي. دي للناس اللي بتيجي تقولك القرآن انا بتلعثم فيه. طب والله يا مريم انا ما عنديش وقت لا صبح ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء ولا حتى قبل ما انام. ما فيش مشكلة، تعرفي تشغلي قرآن، تعرفي سورة واحدة بس، سورة واحدة بس، يعني سورة البقرة شغليها مكرر طول اليوم بقى. شغليها على التليفون، شغليها على الشاشة السمارت، شغليها ان شاء الله تشغلي راديو. تقدري تشغلي سورة واحدة كل يوم مكررة من القرآن؟ اكيد تقدري، اسمعيها بس. طب انا بعمل حاجة البيت، شغليها وانت بتعملي حاجة البيت. طب انا مش بركز، عادي، ما انا ما قلتلكيش ركزي فيها. هو اللاواعي هيخزنها، ولما تيجي تقرأيها مرة واثنين وثلاثة او تيجي تسمعيها مرة واثنين وثلاثة هتلاقي نفسك حافظاها. انا بقولك كده هتلاقي نفسك حافظاها. طيب لما تدخلي على رمضان هيكون اللاواعي خزن عندك صور كتير جدا، شهرين كفيلين ان انت تقدري كل يوم تشغلي صورة تختمي ان شاء الله. لما تدخلي على رمضان هيكون اللاواعي خزن عندك كتير، هتكون الآيات اترددت على مخك كتير، لما تيجي تقرأيها مش هتحسي بتلعثم. طب والتدبر؟ ما انا جايالك اهو. التدبر هندخل على اليوتيوب نشوف الشيخ اللي تحبيه، المهم يكون يعني من الناس اللي بتشرح كويس وبتشرح معاني الآيات كويس. مش هقولك أسماء، لكن عشان ما يقولوش عليا اخوان، عشان عشان خاطر تدخلي تشوفي الشيخ اللي سمعه كويس بالنسبة لأذنك وتشغليه. زي ما قلتلك اسمعيه وانتي بتغسلي مواعين، اسمعيه وانتي بتنضفي البيت، اسمعيه وانتي في مواصلة شغليه. ملكيش دعوة بالناس، الناس اللي اقولك حاطة سماعة وبتبقى ملكيش دعوة بحد. انتي مادام عارفة وجهتك كويس قوي ملكيش دعوة بحد، حطي سماعة هاند فري وانتي في المواصلات عادي جدا. محدش بيكلم الناس وهي مشغله لنا اغاني واحنا بنسمع معاهم وهم اللي بيشيلوا ذنبنا، فعادي ملكيش دعوه، شغلي هاند فري. انا بقولك شغلي هاند فري، حطي هيدفون في المواصلات. اي مكان بتشتغلي شغليها جنبك، شغلي جنبك الشيخ. انتهت حلول الارض شغلي التفسير بتاع سورة معينة جنبك قبل ما تنامي. قبل ما تنامي اول ما تحسي ان انت بدأت تروحي في النوم افصلي،
بس، وكل يوم على هذا الحال. لما تدخلي رمضان اوعدك باذن الله ان انتي هتختمي مرة واتنين وتلاتة وهتدعيلي. دي للناس اللي بتقولك القرآن تقيل عليا في رمضان وانا مش هقدر اخلص ختمة وما عنديش وقت والكلام ده كله، ومش عارفة معاني الآيات والكلام ده كله. ده جزء. الناس اللي بتقول ان هي مش بتخشع في الصلاة. طب ليه مش بتخشع في الصلاة؟ عشان احنا بنصلي واحنا مش حاسين. يعني ايه؟ يعني احنا بنصلي بالفاتحة، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، فوق ال5 صلوات. يا مسلم انت عندك مصحف 30 جزء، في ال5 صلوات اللي في اليوم بتصلي بقل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس. يعني عيب والله، عيب عليك كمسلم ان انت في ال5 صلوات تصلي بقل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس. ليه ما فيش صور تانية عندك؟ هنعمل ايه؟ هناخد كل يوم 5 آيات نحفظهم. لا، اقرأهم 5 آيات بس، اقرأهم. وعلى آخر الأسبوع اقرأ الآيات كلها اللي قرأتها. يعني مثلا على آخر الأسبوع هتكون جبت كام آية؟ هنقول مثلا 50 آية، 70 آية، 100 آية، اقرأهم. كل يوم صلي ب5 آيات. ال5 آيات اللي قرأتهم صلي بيهم كل الفروض في أول يوم. تاني يوم احفظ 5 آيات جديدة مع ال5 آيات القديمة وصلي بيهم فروض اليوم. كذلك اليوم الثالث والرابع. تبدأ من دلوقتي. ليه بقى؟ لأن الخشوع ده مش بيجي من مرة، ده بيجي ان انت القرآن وصل في اللاواعي، ووصل على مسمعك. انت شوية شوية، او انتي شوية شوية هتلاقي ان انتي مش عايز تسمعي اغاني. طب ما شغل قرآن، هتلاقي كده فعلا. والله العظيم ما بكذب عليكي، والله العظيم ما بكذب عليكي فعلا. تمام. دي الناس اللي بتلاقي نفسها مش خاشعة في رمضان. اكتبوا من دلوقتي كل دعوة عايزين تدعوها في رمضان. اعملوا عصف ذهني، لان احنا ناس كتير خالص بتيجي في رمضان تقولك انا كل الامنيات وكل الدعوات اللي كنت عايزة ادعي بيها اتبخرت، ما بقتش بدعي غير اللهم اني اسألك الخير من الخير كله عاجله واجله، والدعاء ده بس. لان كل الدعوات اللي كانت عايزة تدعيها في رمضان توخرت. فمن دلوقتي ورقة وقلم ونكتب. يا رب انا نفسي اروح عمرة، اللهم امين يا رب، اكتبيها. يا رب انا عايزة عربية، اكتبيها. يا رب انا عايزة شقة، اكتبيها. يا رب انا عايزة عريس، اكتبيها. يا رب انا عايزة اسافر، اكتبيها. يا رب انا عايزة مال، اكتبيها. كل الدعوات. يا رب انا عايزة ذرية، اكتبيها. كل الدعوات اللي نفسك تتحقق او نفسك فيها اكتبيها في ورقة. ان شاء الله حتى تكتبي من هنا رمضان 1,000,000 دعوة، اكتبيها. مفيش اي مشكلة في اي حاجة. لو جاء رمضان وقلت من 1,000,000 دعوة 500 انت الكسبانة، وقلت من 1,000,000 دعوة 10 انت الكسبانة، مش هتخسري حاجة. اكتبيها. اسمعي مني انا بقولك ايه واكتبيها. ايه تاني؟ هنيجي للناس. احنا قلنا الناس اللي بتحس القرآن تقيل متقدرش تختم، وقلنا الناس اللي بتحس الصلاة تقيلة. في سلسلة كبيرة جدا 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 على اليوتيوب، ازاي تصلي كويس، ازاي تصلي حلو، ازاي تصلي بخشوع، ازاي تستشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، ازاي تبقى مسلم حق. موجودة على اليوتيوب. ادخلوا اعملوا سيف على اليوتيوب وادخلوا اسمعوا كل يوم فيديو. الفيديو عدد ساعته كتير، اسمعوا الفيديو على يومين، اسمعوه على 3. اهم حاجة تسمعوا، اهم حاجة ان انتوا تسمعوا. ايه تاني؟ الناس احنا قلنا كمان هنتكلم في نقطة مهمة جدا. في سلسلة احمد عامر عن السيرة النبوية، اسمعوها يا جماعة، والله جميلة جدا. شغلوها واسمعوها في اي وقت. سمعوها لولادكم، سمعوها للاطفال اللي حتى لسه مش عارفة تنطق ولا تتكلم. شغلوها. اعرفوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعب ازاي عشان خاطر نطلع مسلمين كويسين.
تعب ازاي عشان يوصل لنا الرسالة، تعب ازاي عشان يأدي الأمانة، كتير كتير قوي. يعني أنا عايزة أروح عمرة، أنا عايزة أشوف رسول الله. طب ايه عملت انت عشان رسول الله يجيلك؟ عملت ايه من اللي قال عليه؟ حبيته؟ انا بحبه. طب ما بتعملش بوصايا ليه؟ طب ما بتصليش كويس ليه؟ طب ما بتتصدقش ليه؟ طب ما بتصومش ليه؟ طب ما بتعملش الحلو ليه؟ انا بحب فلان بس افعالي بتقولي ان انا ما بحبوش. تفتكر بحبه ولا ما بحبوش؟ طبعا ما بحبوش. بس نتمنى من الله عز وجل ان احنا نزوره ونشوفه. وشوفته جميلة قوي قوي. انا بقولها لكم عن ثقة ويقين. طلته لا تعادل طلة احد. وبعدها هتقول ان سلام على الدنيا وما فيها. وبعد ما تشوفه هتقول ان كل الناس اللي انت بتشوفها قدامك وتقول عليها البني ادم ده جميل، ده ربنا حط فيه كل الحلاوة في الدنيا. لا، مش كل الحلاوة اللي ربنا خلقها حطها في حد، بل كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. تمام. فهنتكلم كمان عن نقطة ايه بقى؟ اللهم ذكرني. هنتكلم عن نقطة الناس اللي بيجي رمضان عليها وما بتختمش غير ختمة واحدة. احكي لكم موقف. رمضان اللي فات كنت ختمت الحمد لله اكتر من ختمة، بس جيت في اخر 10 ايام كنت سمعت قصة لست كبيرة ان هي بتختم كل يوم ختمة، في اليوم الواحد بتقرأ 30 جزء. فانا اللي هو يعني معقول ده شخص بيتراءى رياء يعني عشان الناس تقول واو كده؟ طب هي ست كبيرة مش محتاجة الرياء في حاجة. وبعدين قعدت افكر، قعدت طول الليل، طب بيجيبوا 30 جزء ازاي؟ ده احنا على ما نصحى ونصلي ونبتدي نعمل فطار اليوم نكون دخلنا على العصر. بنسيب الوقت اللي هو من العصر للمغرب ده نقرأ فيه مثلا جزء جزئين، وبعد ما نفطر نصلي المغرب، بعدين العشاء، بعدين التراويح بيكون مخلص التراويح بيبقى فاضل مثلا على الفجر ساعة ولا ساعتين اللي هما بيبقى فيهم السحور. طب يا رب دي بتخلص في رمضان 30 جزء ازاي؟ رحت جيت عقدت المشيئة ورحت قلت يا رب عيني ان انا اتحدى نفسي في اني اخلص 30 جزء في يوم. ومسكت مصحفي عادي، اليوم مشي عادي جدا. صحيت صليت، بدأنا نعمل الفطار الصبح، على ما يستوي الرز امسك المصحف تخلص صورة صورتين، على ما احط حاجة تانية تخلص صورة صورتين. فلقيت ان انا ممكن مثلا في ساعة او في ساعتين الفترات اللي ما بين الاكل ان انا كنت بخلص مثلا 5-6 اجزاء في الوقت ده. في الوقت ده انا ما كنتش مستوعبة. على اليوم ما خلص قبل السحور كان ال30 جزء خلصانين في ليلة. اقسم بالله العظيم وكلام اتحاسب عليه قدام ربنا عز وجل ان انا ان انا في ليلة واحدة كنت ختمت مرة زيادة. وانا كنت عارفة اللي هو انا كنت قايلة ان هي تجربة، يعني اللي هي مش انا مش عارفة، انا مش متأكدة هي تخلص ومش تخلص، بس النية كانت ان الجزء، سامحوني، بس النية كانت ان الجزء او ال30 جزء يخلصوا في ليلة واحدة. لما خلصت ال30 جزء في ليلة واحدة قعدت اعيط، قعدت اعيط جامد اوي. مش فرحة، لا، قعدت اعيط على التقصير، ان انا كام يوم عدى عليا وانا كان ممكن اختم فيه ختمة وما عملتش. ان انا كنت بسمع عن ناس زي كده ما اخدش الموضوع جد، عن اني كنت 30 يوم رمضان اقدر اختم فيه 30 ختمة وما عملتش، ضيعت
وشكرت ربنا على إني في ليلة واحدة ختمت 30 جزء. فمستحيل، لا مش مستحيل أبدا. كانت الفروض كاملة وعلى أوقاتها، كانت التراويح كاملة. الناس اللي بتقول قيام الليل تقيل عليه، قيام الليل ده أجمل حاجة نزلت أو كتبت وأقرت أو اتقال لنا عنها أو وصل لنا أن قيام الليل ده سكون وهدوء وسلام وسكينة، وتحسي كده ان انت مستفرد بالله عز وجل. والله العظيم زي ما بكلمكم، تحسي ان انت كده اللي نايم، اللي بيتكلم في التليفون، اللي بيتفرج على حاجة، اللي سهران في حاجة مش مفيدة، تحسي ان انت كده انت مميز. انت مميز ليه بقى؟ عشان انت والله عز وجل في الوقت ده مع بعض. ان انت اللي بيقابل سفير، ولا اللي بيقابل وزير، ولا اللي بيقابل حد مسؤول ويقعد معاه ليلة، بيفضل لحد ما يموت وهو يقول ده انا قابلت فلان، ده انا قعدت مع فلان، ده انا فلان ده رحت له المكتب، ده انا فلان ده زارني. انا بقى الله عز وجل بينزل لي كل ليلة في الثلث الاخير من الليل ويقول عندك طلب يا مريم احققهولك، عندك استغفار، عندك أمنية، عايزة اطلبي اللي انت عايزاه، قولي اللي انت عايزاه. واقول يا رب انا قيام الليل، يا رب انا يعني يا رب انت يعني انت اخترتيني انا، واكون مبسوطة وفرحانة وهادية. ولما اصحى تاني يوم اقول الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب على ال5 فروض، الحمد لله 1000 مرة على قيام الليل. ناس كتير بتقول انت ليه هادية كده، والله العظيم قيام الليل. ناس كتير تقول لي انت ليه وشك فيه ابتسامة كده وفي لما بنشوفك بنفرح. اقسم بالله الجملة دي اتقالت لي كتير قوي، احنا لما بنشوفك وبنبص في ملامحك بنفرح. قيام الليل، قيام الليل. في ناس تقول لي انت ما عندكش صحاب، انت ما بتصاحبيش. مين قال لكم ما بصاحبش؟ انا عندي المصحف، انا واخداه جليس وانيس وصاحب ورفيق، ومهما لفيت ورحت وجيت وصاحبت، ومهما المصحف معرفش غيره. انا من يوم ما وعيت على الدنيا كان المصحف رفيقي، صبح بقى ليل ظهر عصر، مخنوقة متضايقة، هو المصحف والسجاد. حد ضايقني اروح فردة المصلية ومتوضية واصلي ركعتين، يا رب فلان ده ضايقني وقال لي فلانة دي عملت لي وأذتني. إن كان يرضيك أنا راضي، إن ما كانش يرضيك فحقي عندك وأنت حسبي ونعم الوكيل. والموضوع انتهى، وانتهى بمعنى انتهى. يعني لا البني آدم ده بيجي على بالي، ولا يا رب ما تجمعني بيه في طريق في الدنيا أبدا. قيام الليل ده جميل، ما يتفرطش فيه. والله اللي بيتفرط فيه ده أصلا بني آدم خسران. فدي النصايح اللي عايزة أقولها لكم من دلوقتي، عشان خاطر في رمضان نفوز. وما تنسونيش بدعوة حلوة وجميلة زيكم، وقولوا يا رب مريم تروح عمرة رمضان الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.